السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. جينا لكم بفيديو جديد ومعلومة جديدة، والنهاردة بنجاوب على سؤال الناس بتسأله: هو إيه اختصاص المحاكم العسكرية؟ أو إيه الدعاوي أو إيه الجرائم اللي بتختص بيها المحاكم العسكرية؟ ممكن يجي واحد يقول لك أنا ما أعرفش غير إن أنا لما أكون متخلف عن الجيش يبقى دي محكمة عسكرية. المادة 136 لسنة 2014 قالت إن في حاجات معينة بتختص بيها المحاكم العسكرية. أي اعتداء على السكك الحديدية دي محكمة عسكرية. أي اعتداء على طرق عامة زي قطع طريق عام تعطيل حركة السير دي محاكم عسكرية. أي مرافق عامة تحاول تعمل عملية تخريب فيها أو منشأة عامة أو طرق أو مباني حكومية ده قانون. أنت بتتعامل مع قانون أمن الدولة الطوارئ وبتتعامل مع منشآت دولة، إذا المحاكم العسكرية هي المختصة. ده اعتداءك على محطات الوقود من ضمن الجرائم اللي بتختص بيهم المحاكم العسكرية. إذا المحاكم العسكرية مش بتختصم العساكر والجنود اللي في الجيش بس، لا، في قضايا تاني زي اللي احنا قلناهم بتختص بيهم المحاكم العسكرية، وده اللي ذكرته المادة 136 لسنة 2014. انتظروني في فيديو جديد ومعلومة جديدة.